اللي فاكر ان انجازات الزمالك وقفت لحد كده فانا عايز اقول له انت غلطان. الزمالك يا جماعه بيبهرنا، ومرتضى منصور وابنه امير مرتضى بيبهرونا كل يوم عن يوم والله، وجماهير الزمالك كلها مبسوطه جدا وسعداء بالانجازات اللي بيعملها الزمالك. امير مرتضى منصور فاجئنا امبارح يا جماعه بشويه صور اقسم بالله كانت مفاجاه لجمهور الزمالك والشعب المصري كله. طبعا احنا عارفين ان في فرع تاني المفروض يتبني للزمالك في 6 اكتوبر، والارض دي الدوله اديتها للزمالك عشان تبني الفرع بتاعها، لكن لحد دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت خالص في 6 اكتوبر من ضمن الزمالك. علشان كده الدوله قالت لهم لو مش هتعملوا حاجه يا جماعه الارض دي هتتسحب. لا عشان كده امير مرتضى منصور وامير حبوا يفكروا بره الصندوق وعملوا فكره جديده جدا، وقالوا احنا نمثل على الحكومه ان احنا هنعمل حاجه وهنبني الفرع بتاع 6 اكتوبر فعلا. فعملوا ايه يا ترى؟ هوبا مرتضى منصور وامير ابنه يطلعوا علينا ويقولوا يا جماعه خلاص احنا هنبني الفرع الجديد بتاعنا في 6 اكتوبر، وياخدوا لودر وعربيه نقل ويطلعوا يحملوا شويه رمل من هنا على شويه رمل من هنا وكام صوره يا معلم وتمام وزي الفل، واحنا بنبني يا جماعه الفرع الجديد بتاع الزمالك على مساحه 60 متر مش عارف ازاي، بس هو كده لودر وعربيه نقل هم اللي هيخلصوا الدنيا. كانت طبعا انجازات الزمالك مستمره يا جماعه، وخاصه في فرع الزمالك الاساسي والوحيد طبعا والاوحد وهو فرع 100 عقبه. ويجي بقى سياده المستشار يفتتح فرع جديد ويعمل يعني نشاط اجتماعي في الفرع بتاع الزمالك، وهو انه فتح بلاي ستيشن يا جماعه. زي ما سمعت انا بقول لك فتح بلاي ستيشن. فتح بلاي ستيشن عشان خاطر عنده شويه مديونيه فعايز يسدهم، فلازم يجيب فلوس. فيجيب فلوس منين؟ يروح لكل ولد بقى يخش يلعب ساعه او اتنين ياخد منه 50 20، وممكن بقى ضاضه ممكن ياخد الدراع من الواد. اوعى يا ضاضه تعملها. في الحقيقه يا جماعه انجازات الزمالك ما زالت مستمره وهتستمر الى الابد. بس انا عايز اقول لكم حاجه، وفي الاخير يا صديقي لو انت مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش المتابعه والاشتراك. اشوفك على خير في فيديو جديد. سلام.